خاتمة وتكون خاتمة للفساد والفاسدين. بركة من الحقرة، حنا بغيناك في الإصلاح. شنو هو المشكل؟ إلا عشنا كاملين ولا تعايشنا كاملين ثروات بلادنا وتعايشنا بالحقوق والكرامه، وتعايشنا كل حق حقه، والمغربي باغي يعيش من حقه. اي مغربي ومغربيه كتهضر معاه كيقول لك انا العيش الكريم ما من حقي نعيش. واش المغربي ما يعيش عباد الله؟ واش المغربي تا هو ما يكونش عنده واحد القدرات الشيائيه، ما يكونش عنده واحد الصالير ما خدامش، يكون عنده صالير من ثروات بلادو، يكون واحد الصوماج اللي ما خدامش سميتو، اللي ما خدامش يكون عنده واحد الصالير باش يعيش. خويا اخرين عاد اخويا صالير باش يعيش، وسبيطارات ومستشفيات علاج حق مشروع. اي مواطن خصو يداوى بزيرو درهم من ثروات بلادنا، ما يتصدق علينا حتى شي واحد. والبلاد والثروات البلاد ما ديال بين حتى شي واحد، ديال الشعب وديال سيده هو الشعب المغربي. تفضل اخويا محسن لك الكلمه اخويا، تفضل اخويا، مرحبا بك. هيا علينا 400 دابا المشاهدين والمشاهدات. اخي محمد السلام عليكم. 4003 المشاهدين في هذا المباشر. عليكم السلام اخويا، مرحبا بك اخويا. تفضل اخويا، الرساله لرئيس الدوله محمد السادس ينقذ البلاد، هذا هو الشعار ديالنا دابا، وهذا هو الميساج ديالنا. تفضل اخويا. اما الحكومه لم تمثلنا ديال عز اخنش ديال الشعب بح، لا هي ولا البرلمانيه الغائبين اللي داير الوطن الهويه هما السبب. حنا اللي داخلين المراره، انا ضحيه، وانا ما بيني وبين 10,000 اللي دقنا المراره بسبب هذا الشيء. مشينا ضحايا، هم هاد الفاشلين، هاد السير الفاشلين هما السبب ديالنا اللي طحنا ضحايا سنوات الرصاص واللي مات 9 ارواح. ما بغيناش داك الشيء يتكرر في عهد محمد السادس. حنا محقنا، بغينا البلاد تزيد الامان بالحقوق بكرامه بسياده بعيش كريم، وانتهى الكلام. تفضل اخويا محسن، اسمح لي لا قطعتك، تفضل مرحبا بك. ترحب بك جنة اخي محمد. بدأ اول شيء صوت مسموع اخي محمد. ممتاز اخويا، تفضل اخويا. الحمد لله. اول شيء اخي تحية لك يا اخي، تحية للحضور الكريم، جميع المتابعين سواء مغاربة داخل الوطن او خارج الوطن، سواء حتى غادي نبقاو ديما نقولوا حنا من الفلسفة ديالنا والسياسة ديال اليد الممدودة الجيران ديالنا. اخي محمد، تحية الصمود والشموخ، تحية الصمود والشموخ على القضية ديالك، مع العلم انك اوكي كتشمل واحد القضية ديال ان انسان تظلم في لاجونيس في بداية الحياة ديالو لحد ساعة ما تنصف ما والو، مع العلم انه بعد ما جاء رئيس البلاد صاحبي دار عهد جديد هي مسألة المصالحة. عارف تفضل اخويا محسن، تفضل. الصوت مسموع؟ كتسمعني اخويا محسن ولا لا؟ مسموع. تفضل. انا غير هضرت مع واحد السيد. بسم الله. انا كنسمعك محمد. واش نتكلم؟ لا مزيان. سانك ماشي اخي محمد، كنشكروك على ان اول شيء انك شديتو. سمعت محمد، كنشكروك اخي العزيز على انك بديتي القضيه ديالك، دمجتيها وسط القضايا ديال الشعب، وجعلتي على اساس انك باش نتكلم على قضيتك دمجتيها وخليتيها قضيه الشعب، وهي مساله شو المبدا اللي حنا كنعيشوا عليه وبه، وهو حريه، كرامه، عداله اجتماعيه. يا اخي محمد، مساله الاسعار وكذا وكذا، والله الا نتاج للزراعه او حصاد للزراعه قديمه، لكن اديو الضريبه ديالها، ضريبه ديال المخطط الاخضر اللي خصو يتحاسب عليه هذاك السيد وهو منوش، اللي دار من 2008 يا اخي محمد، ما نتج لينا تماما. جا عام واحد يا اخي ما صباتش فيه الشتا كذا وكذا، بانوا الثغرات وبان بزاف ديال الحوايج. اذا هذه المساله كامله علاش كترجع؟ حنا كنطلبوا من ملك البلاد وكرئيس البلاد ورئيس الاركان وكذا والقضاء اننا بغينا ثوره الملك والشعب ضد المفسدين. كفانا فنحن شعب ناضج. خير دليل ان في عز الازمات كنديروا نكران الذات وكندافعوا على بلادنا مالغريتو، وخا يوقع رغم كل شيء. المغربي كيصبر اي حاجه يا اخي محمد، في عز الازمات ديالو كيصبر ملي كيشوف ان الدول كتكالب عليه وناس اخرين من الداخل كيستغلوا الفرص، كينساو كرشهم وكذا، كيتفكروا وصيه الجداد هي الحفاظ على البلاد. وحنا دابا يا اخي محمد هاد التكالب وهاد كما كيدير لينا حنا كنقولوا عليهم اخوان، واللي كيقولوا ملك البلاد دائما اشقائنا واليد الممدوده،
وهي ديك الحجره في الصباط. هاد المده ديال السنين المغرب ربما كان غيكون وصل شي بيرفورمانس اللي بزاف على بزاف بحكم الموقع الجغرافي ديالو اخي محمد، البوان استراتيجيك يعني العالميه. دليل بنادم اللي ما عارفش هنايا اخي يمشيو يبحثوا في قضيه ممر هرمز. راه جميع الخيرات كاينه هنايا في دول شمال افريقيا، وهذا الشيء كامل حنايا اللي كنعيشوا فيه ديال التفرقه راه مدروس منذ 150 سنه اكثر، اننا يوصل هذا العهد ديال التفرقه والسب والاتهام لمش. الانسان يطرح غير سؤال بسيط على نفسه، يقول هو كيفاش دايرين اتحاد، علاش حنا مالنا ديما عايشين بحال هكا؟ حيت حنا جينا في لافريك، جينا في بلاصه في موقع جغرافي اللي فيه خيرات الدول كتعيش وكتمتع على ظهرنا، وحنا مريحين هما مريحين، عايشين الملوكيه وعايشين البلانات ديالهم والسعاده وكيتمتعوا بنا، يعني كيتمتعوا بالعذاب ديالنا. يعني الانسان خاصو يفهم فين كاين راس اللفعه، وراس اللفعه يا ساده وهي فرنسا، هو المستعمر اللي دمرنا. يعني ما خاصوش يبقى هذاك السب وهذاك الشتم وكذا وكذا، لان اي كلمه او اي شيء كيكتبها الانسان راه كتبقى عليه مكتوبه ومحفوظه الى يوم البعث. يعني الكلمه ممكن ان يدخلوا الجهنم. يا لطيف، الانسان يكون شويه عاقل، الانسان يكون شويه عاقل ويعرف شنو هو التاريخ ديالو ويعرف شنو ليه وشنو عليه. فلهذا اخي محمد فتحيه للفرسان، فرسان القلعه التي دامت ولا رجالها، القلعه المغربيه التي لها 12 قرن ونص. يعني اللي غيجي يتكلم معايا يجب ان يكون تلميذا، عندما من نتكلم يبرك ويربع يديه، لانني عندي 12 قرن ونص ماشي 1800 ويلا تزادت. يعني عندي غير الجده ديالي الله يرحمها مسكينه راه كبر من الدوله ديالو. يعني احترم. وتحيه لعقلاء الجزائر، وتحيه للقبائل، وتحيه لجميع احرار العالم، جميع احرار العالم. اخي محمد، طلع الاخ المجهول، جزاك الله، واعطي فرصه للاخوان. طلع الاخ المجهول، وتحيه لك اخي محمد، وتحيه الصمود. انا عاد شفتو خويا، دابا ملي قلت لي عاد تحيه شفتو الشموخ. التعريف عندي بزاف اخويا محسن، راهم كيطلعوا بزاف التعريف. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك اخويا مجهول. تفضل اخويا لك الكلمه. راني عاد شفت، راني قلت لي عاد تنبه. لا هو طلعته. مرحبا به، تفضل اخويا، مرحبا بك. السلام عليكم خويا محمد، تحياتي السي محسن وتحياتي للساده المشاهدين. وعليكم السلام. لا اخويا بدلتي. تفضل اصاحبي. اسكت محمد، مرحبا بك اخويا علي، مرحبا بك. تفضل اخويا. تفضل خويا محسن تفضل. لا يخطيك اخي. انا قبل ما نختم اخي محمد على مساله ديال الاسعار، فهو شان داخلي، فهمتيني يا اخي محمد؟ لا شان داخلي، لا احنا كنهضروا على امورنا الانسان انه يتكالب ويحاول يركب على الحاجه. لا محسن، حنا كنهضروا على امورنا الداخليه. باش اخي محمد؟ حنا اللي ماشي مغربي، هذا مغربي 100%. حنا كنهضروا على امورنا الداخليه، هذا الشيء كنوضحوه دائما. يعني اللي ما عندوش دخل مثلا، اللي ماشي مغربي، هذا الشيء كيهمنا حنا المغاربه. اللي مغربي غيطلع يتناقش معنا مرحبا، واللي ماشي مغربي هذا كيبقى احتراماتنا لنا وكرامتنا. حنا امورنا الداخليه كنهضروا على امورنا الداخليه. انتهى الكلام. تفضل اخويا علي مجهول. تحياتي ما مجهولش اخويا، راه انت هذه المساله واحد الكلمه باش نختم ونعطي الفرصه لخويا العزيز. يعني غير باش نختم هذه النقطه اخي العزيز خويا محمد، يعني حنايا بحكم اننا كبرنا ملوك، ابناء ملوك، الحمد لله. راه كتدخل للدار كتلقى باك ملك، امك هي الاميره، الحمد لله. وحنا امراء، راه ماشي تربيه جنرالات اخي. راه لو كنت صدق لهم هما ديك الانقلاب اللي كانوا على الناس عندهم يد في 71 و 73 ديال الحسن الثاني الله يرحمه، راهم حاكميننا بحالهم. انا السؤال اللي عندي اللي غنطرحه على الجميع، علاش الدول تتكالب على المغرب؟ علاش؟ هذا هو السؤال، علاش كتكالب؟ لان من اواخر الملكيات ونحن حماة هذه الارض. حنا الشأن الداخلي منا الملك ديالنا، منا للناس اللي حنا عايشين معاهم. جمو فوكا غيمو ديلي كذا كذا نتحاسب معاه. انا ولد عمي على عدويا. دابا الشأن الداخلي وهي الدول التي تتكالب وتريد ان تقسم لنا دولتنا، الدولة التي لها رجال، الدولة التي لها حضارات، لها تاريخ، وهي نقطة جغرافية. ولهذا ناس اللي خدام كعملاء
كعملاء هم اصلا ليس لهم اصل. انا الان سوف اقصف اللي ما عندهم اصل، فهمتيني؟ هم غير مقاطعه ويجيو يتكلموا مع ملكيه، راه لا يعقل. راه شي الرئيس كاع ديال فرنسا شنو كان تاريخه؟ تاريخه راه خدامه في بنك ولا رئيس. راه دابا كيطلب وكيمدد انه باغي يجي المغرب وكذا وكيجري عليه. لا لا لا، يعني راه نوريك اخي محمد اللي دخلت على بزاف ديال الحوايج. اذا غنختموا غادي نقول لهم ما دام ان الجزائر عندها سياده، فلماذا لم تقطع الجزائر علاقتها مع فرنسا؟ وان فرنسا هي اللي وهي تحتضن يعني حركه ديال الماك، والماك تريد تقسيم الجزائر. اللي نعرفوا الجزائري حر يطلع يجاوبني علاش الجزائر ما قطعاتش العلاقه ديالها مع فرنسا مني وفرنسا كتحتضن الماك وهي الماك باغا تقسم. وهي واحد القضيه، راه الحقيقه راه الامازيغ. راه تحيه القبائل، تحيه القبائل، تحيه اخي محمد. تحيه متبادله خويا تفضل مرحبا بك. المجهول محمد، قول غير المجهول وصاي. انت كتعرفني صاي، قول غير المجهول وصاي، قول غير المجهول. تفضل المجهول. تحياتي السي محمد مول القرطاسه المناضل الحر الذي يناضل عن قضيه، له قضيه يدافع عن حقه، ونحن له نصفق، ونحن معك اليوم وغدا وبعد غدا، لأنك صاحب قضية تدافع عن قضيتك، وكذلك جعلت من قضيتك هي قضية الشعب بأكمله. لكن الملاحظ والغريب في الأمر أن الذين لا يهمهم الأمر الذين يصطادون في المياه العكرة ما محلهم من الإعراب هنا. نحن نتحدث عن قضية داخلية، نناضل من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية للمواطن المغربي. لكن الغريب في الأمر ما محل الكراغلة من الإعراب؟ لماذا يوجدون هنا يسبون ويشتمون؟ لماذا أنا أتحدث وأحيي أخي محسن على كلمته وأقدره وأشد على يديه بحرارة عندما أشار وقال بالحرف الواحد على الجزائريين أن يطلب فرنسا بطرد فرحات مهني وبطرد أعضاء حركة الماك، وكذلك عليهم أن يأتوا بجماجم شهدائهم بدل أن يتحدثوا عن شيء ليس لهم فيه لا ناقة ولا جمل. أخي محمد، عليك أن لا تصعد أي جزائري، لأنك لا تتحدث عن قضية تخص المغرب والمغاربة، ونحن الملك محمد السادس تاج فوق رؤوسنا، لكننا نطالب بحقنا ونناضل ونقول لمحمد السادس بصفته رئيسا للدولة كما تقول، وهو قائد البلاد، ونحن جنود مجندون وراءه وسنكون إلى جانبه، لكننا ندعوه لمحاربة الفساد والمفسدين أمثال أخ النوش وغيره. لكن أنا هنا من أجل ما محل الكراغلة من الإعراب، ما محل الكراغلة من الإعراب؟ أتحداكم أن تخرجوا مثل أخي محمد وتتحدثون عن مشاكلكم الداخلية بدل أن تأتون إلى هنا وتصطادون في المياه العاكرة. أتحداكم، لأنكم الوجه القبيح لشمال إفريقيا حقيقة، لأنكم ما زلتم متشبثين بمن استعمركم لمدة لا تقل عن 132 سنة، وعذب وقتل وشرد واغتصب، لكنكم ما زلتم على علاقة معه وتتهمون المغرب بأنه مطبع وما إلى ذلك. نحن في المغرب يا أخي محمد سأطرح عليك سؤال: هل أنت تموت جوعا مثلا؟ لا. أنت تطالب بحقك لأنك يعني صاحب حق، وجعلت من المطالبة بحقك يعني تطالب بحق جميع أفراد الشعب المغربي. لكن ما محل الكراغلة من الإعراب؟ أنا أتساءل ما هو الهدف من تواجد الجزائريين هنا؟ يا أخي صدعتم لنا رؤوسنا، ويعني هذه العقلية لماذا لم تغيروا هذه العقلية المتسخة؟ عقليتكم متسخة، جماجمكم موجودة في متاحف الإنسان في باريس، وأنتم عبارة عن جماجم فارغة حية. تحياتي أخي محمد. خويا
شكرا اخويا، تحياتي لكم جميعا. احنا بالنسبه لنا دائما نقولوها، هو الاخوان اللي طلعوا وكيتناقشوا راه ما قصدوش الشعب، يعني الشعب الجزائري كيبقاو اخواننا. هما عقوه مسمومه والكراهيه والسوء، هما اللي قصدوا الاخوان والمغاربه دائما. هذه للتوضيح. اما ذاك الذباب اللي كيخلقوا الفتنه لا من عندنا ولا من عندكم، لا دخل لهم في اموركم الداخليه، ونحن كذلك لا دخل لكم في امورنا الداخليه. كنبقاو حنا الشعب قادين بامورنا، حنا كنهضروا على امورنا الداخليه. اما الشعب اللي كيحترم الشعب الجزائري كيحترم الشعب المغربي في اموره الداخليه، ونحن كشعب مغربي كنحترموا الشعب الجزائري في اموره الداخليه، لا دخل لنا ولا دخل لهم. اما شكون اللي كيديروا الكراهيه وكيديروا الفتنه كما قصد المجهول او محسن اللي طلعوا كيقصدوا، راه ما قصدوش الشعب، قصدوا داك صحاب الفتنه، داك الذباب اللي هما خدام الفساد والفاسدين، لا ما عندنا ولا ما عندكم، اللي كيديروا الكراهيه هادو هما اللي قصدوا. باش نوضحوا ونبينوا، لان باش تعرفوا راه الشعوب راه سليمه، لا الشعب المغربي ولا الشعب الجزائري، حنا خوت وخاوه ولمه وحده، وانتهى الكلام. حنا كنهضروا على امورنا الداخليه. الشعب المغربي الشعب الجزائري ما كيدخلش في الامور ديالنا حنا الداخليه. شكون اللي كيتدخل من عند من الجزائر؟ هذوك الذباب الجزائريين، داك الذباب اللي خدام الفساد واللي خدام العصابات. كذلك احنا اللي عندنا داك الذباب اللي هما كيخلقوا الفتنه، هما اللي كيدخلوا في الامور الداخليه ديال الجزائر. اما الشعبين حنا سالمين، شعبين اخوين، حنا خوت وخاوه، جدودهم هما جدودنا، وعدونا وعدوهم هو النظام الفرنسي اللي قتل اجدادنا واجدادهم كشعب مغربي كشعب جزائري، وانتهى الكلام. سالينا الموضوع بلا ما نطلعوا بلا ما نهبطوا. حنا كنهضروا على امورنا الداخليه. اي شعب اي دوله اي نظام ما عندوش الدخل وما عندوش الامر وما عندوش السلطه علينا. حنا امورنا الداخليه بيننا وبين رئيس الدوله، بيننا وبين الملك، بيننا وبين المسؤول الفلاني العلاني. انا كنصيفطوا ميساجات عبر التواصل الاجتماعي، كنصيفطوا لرئيس الدوله في امورنا الداخليه تتحسن. حنا مع رئيس الدوله، مع محمد السادس، ابى من ابى وكره من كره. واحد كتب لي هنا غادي يرد عليك، ما غنقراش الاسم ديالك، ورديت عليك انت والامثال بحالك، وغنزيد غنرد عليك انت والامثال بحالك. اسمع مزيان باش نكون صريح معك ونكونوا واقعيين. وهذا مول القرطاس راه واحد من الملايين المغاربه والمغربيات. الهضره اللي غنقول لك غيقولوا لك الملايين المغاربه، الملايين المغاربه غتسمع هذه الهضره. الشيء اللي كتقول الصحراء غربيه، الصحراء مغربيه عن ابائنا واجدادنا، وغتبقى الصحراء مغربيه حتى يرث الله الارض ومن عليها. من طنجه للقويره الوطن كمثل الجسد. اي نظام اي شعب اي نظام في العالم ما كاينش اللي غادي يجزأ الوطن ديالنا. اي نظام اي نظام في العالم، اي شعب في العالم ما كاينش اللي غادي يجزأ الوطن ديالنا وما غيقيسناش الذات ديالنا. المثل الوطن من طنجه للقويره. انا كنرد عليك انت والامثال بحالك، وكنرد على ماماك فرنسا انت والعملاء ديالك، انت من العملاء ماماك فرنسا، ماماك الغوله فرنسا اللي هي عدوتنا كشعب كمغاربه وعدوه شمال افريقيا. انت خدام، انت خادم ديال عامل وخادم للنظام ماماك فرنسا الغوله اللي حنا هي عدوتنا ونحن اعداؤها كشعب مغربي. الشعب سيدك المغربي اخر مغربي 50 مليون ولا 48 مليون نسمه داخل الوطن خارج الوطن، ما كاينش اللي غيسمح في حبه رمله. وانا واحد من المغاربه والمغربيات من طنجه للقويره، حبه رمله في الصحراء المغربيه ماشي شبر. اسمع مزيان، حبه رمله ما كاينش اللي غيسمح لك فيها تقيس يدك على ديك حبه رمله، لان الصحراء المغربيه من طنجه للقويره مغرب واحد، شعب واحد، والوطن كمثل الجسد. من طنجه للقويره والشعب مثل الروح، وما كاينش اللي غادي يسمح لك شي مغربي ولا مغربيه غادي تقيس او تجزأ او تنوي تجزأ الوطن او تولي تفرق الوطن. الا قصي الوطن وقصي حبه رمله من الصحراء المغربيه بحال اللي كتقيس الذات ديال المغربي والمغربيه وديها وطبعها وخذها طابع من عندي ديريكت. هذه امور، هذه كرامتنا وهذا وطننا. حنا عندنا امور داخليه كنحلوها بيناتنا. حنا عندنا فساد فاسدين حنا قادين بهم، وحنا مع رئيس دوله، مع محمد السادس، مع الملك، المغاربه ورئيس دوله، وحنا كنتقدوا على الاوضاع تحسن. داك الشيء كيبقى خصوصيات ديالنا وكرامتنا، داك الشيء شغلنا لا دخل لاي شعب اي نظام في امورنا الداخليه في وطننا من طنجه للقويره. وحنا الشعب، حنا هما الاسياد، والوطن لنا.
ماشي ديال النظام، ماشي ديال فلان، ماشي ديال العائله الفلانيه، ماشي ديال المسؤول الفلاني، ماشي ديال الموظف الفلاني. الوطن والجغرافيا اللي كنتعيشوا فيها من طنجه للقويره خذها وقولها للسياد سيادك وقولها لماماك فرنسا، سير قولها لماماك فرنسا وقولها لجميع الاعداء. راه ما كانش اللي غيقيس حبه رمله من الصحراء المغربيه من طنجه للقويره، مغربي واحد غيبقى حتى يرث الله الارض ومن عليها. وشي داك المدينتين اللي كل مره كتبقى تهادي، داك المدينتين المحتلتين سطر عليه المحتلتين ديال سبتهم ليبيا ديال سياده الشعب، والنهار اللي غيعول عليها سيدكم الشعب المغربي غادي يردهم، غادي يردهم. والسياده للشعب والوطن للشعب والجغرافيا اللي كنتعيشوا فيها من طنجه للقويره ديال 50 مليون مغربي ومغربيه. اما نظام، اما رئيس الدوله في خدمتنا، ونحن كنتقدوه وما ننتقدوش، نصيفطوا له ميساج داكشي كيبقى خصوصيات ديالنا، لا دخل لاي نظام ولا شعب فينا. وحنا اللي باغيين الملك في الاصلاح وباغيينو يهز علينا الفقر والتفقير ويهز علينا المجرمين ويحاسبنا الفساد والفساد، لان عنده المصداقيه وهو رئيس دوله وهو المسؤول الاول. كان ميساج يولو وعندنا الحمد لله باش تعرفوا بلي ان واخا كنتقدوا واخا كان هذه، ولكن حنا مع رئيس الدوله مع محمد السادس. داكشي كيخصنا حنا كمغاربه وكمغربيات. حنا ما كنرضاوش المدله باش تعرفوا الشعب المغربي كيفاش داير. شتي المغاربه كيفاش دايرين؟ المغاربه ما كيرضاوش للمدله باش تعرفوا سياده الشعب صعيب، لان باش تعرفوا المغاربه صعابين والمغاربه ما كيرضاوش للمدله. ما بالك انت تقيس له الوطن ديالو، راه بحال اللي كتقيس له الذات ديالو، بحال اللي كتقيس لنا ذاتنا انت كاجنبي ولا كنظام ولا كما بغيتي تكون. اي عدو في العالم ما كاينش اللي غيضاد قوه الشعب، لان الوطن للشعب ماشي النظام، ماشي المسؤول الفلاني، ماشي علاني. النظام في خدمتنا، رئيس الدوله محمد السادس خادمنا، حنا كشعب كمغاربه وجميع الدوله كلها في خدمتنا، جميع المسؤولين الموظفين من رئيس الدوله محمد السادس الاصغر كلهم في خدمتنا، وكلهم نحن اسياد وطننا كشعب كمغاربه. والوطن والجغرافيا اللي كنتعيشوا فيها من طنجه للقويره ديالها ديال سياده الشعب وديال الشعب المغربي. كي غديروا نتوما مع 50 مليون نسمه اللي كتوهم لكم لا هو الصحراء ماشي مغربيه تقسيم، لا هو اللي باغي يقزم الشمال، باغي يقزم قال لك اللي كيقول لك باغي الريف جمهوريه، اللي كيقول لك باغي الصحراء جمهوريه، اللي باغي العرب جمهوري. مالكم نتوما هاد المغرب واش كتوهموا ولا واش نتوما كتبانوا لي حمقى ولا شنو؟ ولا نتوما كتبانوا لي غير حمقى ورا نتوما سكراء، نتوما واقيلا مقلوبه عليكم القفه كي كنقولوا بالدارجه. ملي كتبغيو تقزموا شي الوطن من طنجه للقويره، من طنجه من القويره كمثل الجسد ديال الشعب المغربي، من طنجه للقويره غادي يبقى مغرب حتى يرث الله الارض ومن عليها. عندنا فساد فاسدين حنا كنحاربوهم باش تعرفوا المغاربه رجال وما كيرضاوش للمدله، باش تعرفونا شي قوه شي الاراده ديالنا حنا الفساد وما كنرضاوش به. اما بالك انت تقول لي الوطن شي المغاربه كل شيء يسمحوا فيه الا الوطن، الا الجغرافيا اللي كنتعيشوا فيه، الا الشيء ملي كتردوا شي المغربي والمغربيه مدمرين مفقرين، عندنا فساد، عندنا مجرمين، حنا كنحاربوهم باش يتحيدوا. ولكن ملي كتولي الوطن بحال كتولي الذات ديالي، كتولي الذات ديالك كتبغي لما توهم تقيس لي وطني او تقيس لي حبه رمله من الصحراء المغربيه، انا كمغربي راه بحال كتقيس لي الذات ديالي. راه كاينه 50 مليون مغربي ومغربيه. راه ملي كتولي الوطن وكتولي الجغرافيا اللي هو الجغرافيا اللي هو من طنجه للقويره، راه حبه رمله ما تقيسش. شي الصحراء المغربيه كيسال فيها 50 مليون نسمه، المغربيه كلها كتسال في حقها، كلها كتسال حبه رمله ديالها ثم الصحراء المغربيه. سبتهم لي غنردوها، والنهار اللي غنامروا وغنتحدوا باش نردوها الشعب حنا اللي غنردوها، لان السياده ديالنا والوطن ديالنا كمثل الجسد ديالنا كشعب كمغاربه. طبعوها وقولوا سيادتكم وقولوا النظام الفرنسي والعملاء ديالو، ويحيى الشعب المغربي ويحيى الشعب الجزائري. حنا خوت وخوا كديرونا التفرقه، حنا كنا لمه وحده، حنا جسد واحد، وحنا الشعب المغربي الشعب الجزائري حنا خوت وخوا، حنا ولاد العم، اخوه اخوت وخوا للابد، وغادي نبقاو خوت وخوا، حنا جوره، حنا خوت وخوا. وخذوها يا العملاء النظام الفرنسي ويا النظام الفرنسي اللي كتلقي الذباب ديالك وكتلقي المجرمين ديالك اللي كيديروا العداوه ما بين الشعبين. حنا خوت وخوا غنبقاو خوت وخوا للابد. وتحياتي لخوتي المغاربه وتحياتي لخوتي الجزائريين. يحيى الشعب المغربي ويحيى الشعب المغربي من طنجه للقويره ويحيى الشعب الجزائري. حنا خوت ولمه وخاوه. تحياتي لكم، معكم مول القرطاسه احد ضحايا ديال سنوات الجمهور الرصاص بالمغرب العائد من الموت. حنا مع رئيس الدوله مع محمد السادس والاصلاح، حنا مع رئيس الدوله في مغرب جديد، حنا مع محمد